شُفتوا يا جماعة الكافيه اللي في النمسا عمل حركة بسيطة جدًا وكسب من وراها ملايين. بُصّوا عمل إيه، بدل ما إحنا بندخل الكافيه بنشرب الكابتشينو أو القهوة في كوباية عادي، لأ هو حطّها في كون وافل بيتاكل بعدها، وكمان إيه، غطّى الكونو بالشوكولات من جوّه، يعني حضرتك تشرب القهوة والكابتشينو تلاقي نفْسك بتحلّي بعدها على طول. لأ والأجمل من كده إيه كمان، إنك ما ينفعش تدخل الكافيه الباب ما بيتفتحش غير لو أنت لازم تبتسم. أيوه، يعني لو حضرتك مراتك منكدة عليك في البيت مش هتدخل الكافيه انسى. جميلة أوي، الفكرة عجبتني جدًا. هو الحقيقة خلق ارتباط عاطفي بينك وبين الكافيه، يعني حاجة لذيذة وفكرة ذكية جدًا. يعني يا ريت نقلد الأفكار دي بجد يعني، عايزين ن ن ن نُبدع شوية في الموضوع عندنا.